ازيكم عاملين ايه؟ ورجعنا مع بعض بعد غياب طويل. هنعمل فيديو جميل جدا النهاردة. هنعمل الفطير المشلتت الفلاحي على طريقة الفرد الأصلية القديمة الفلاحي، وكمان هنسويه في الفرن البلدي الفلاحي. انتم لو ما عندكوش ممكن تستخدموا الفرن الكهرباء او الفرن البوتاجاز او الفرن الغاز. المهم النار بتاعة الفطير تكون عالية. فطير مشلتت يعني نار عالية عشان يطلع معانا مقرمش زي ما انتم شايفين كده بالفيديو، مقرمش من بره وطري من جوه ومليان رقات ومش معجن ومستوي وواخد لون موحد من تحت زي من فوق. اهم حاجة النار عندنا من تحت تكون عالية جدا. شايفين كمية الطبقات اللي فيه؟ مش معجن خالص خالص ومستوي مورق معانا وطري من جوه مقرمش من بره. هنبدأ بالفيديو على طول عشان ما نطولش عليكم. معايا حوالي 4 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. احنا ممكن نستخدم دقيق مخبوزات علشان خاطر يطلع معانا ناجح ويكون فيه عرق، بس احنا عشان ده دقيق الغلة بتاعتنا فعارفين ان هو فيه عرق. وطبعا كل نوع دقيق بيختلف لقابليته للسوائل، فهننزل بالمية بالتدريج. بس قبل ما نضيف المية هنضيف رشة كبيرة جدا من السكر، حوالي 4 معالق كبيرة، ورشة متوسطة كده من الملح، حوالي معلقة كبيرة من الملح. نفضل نضيف المية بالتدريج. طبعا المفروض كنا دوبنا السكر والملح في المية، بس احنا بقى بنقول فلاحي يبقى كل حاجة كده بالبركة. نفضل نعجن كده لحد ما العجين يلم معانا ويكون أملس وناعم كده وبيلزق في الإيد نوعا ما. مش هنسيبها تريح، هنجيب على طول صينية معانا عليها رشة بسيطة من الدقيق ونكور العجينة كلها معانا بالشكل ده. حوالي الكورة حجمها حوالي 250 ل 300 جرام. بعد ما نكورها كلها نغطيها بكيس بلاستيك وقماشة نضيفة عشان وش العجينة ما ينشفش معانا. بعد كده هنجيب الطبلية الكبيرة بقى بتاعة العيلة كده والمردانة او النشابة، ونبدأ بقى نفرد الفطيرة. طبعا واحنا بنفرد بنبدأ بأول واحدة كورناها عشان بتكون ارتاحت معانا. على ما خلصنا تكوير باقي كمية العجين بتكون هي ارتاحت معانا، فبنبدأ بيها أول واحدة عشان تساعدنا في الفرد وما تكونش بتلم معانا. كل ما نفردها تلم معانا عشان عجين الفطير بيكون فيه عرق جامد، فلما بتكون مريحة بتفرد معانا بسهولة وما توجعش ايدينا. لكن لما بنفردها وهي لسه يدوبك مكورينها فبتلم معانا تاني وبتكون صعبة في الفرد جدا. نفرد كده شوية شوية بالدقيق، ما بنضيفش دقيق كتير عشان لو ضفنا دقيق كتير هيعمل مننا مادة عازلة. العجينة هتشرب دقيق كتير وهتعمل مننا مادة عازلة لما نحط عليها المادة الدهنية ومش هتكون مورقة معانا. هنبدأ نفرد كده بالتدريج لحد ما النشابة ما عادش تجيب معانا العجينة او قطر العجينة. هنبدأ بقى نرحيها على ايدينا بالشكل ده لحد ما ترق معانا. وفطير فلاحي يعني لمة عيلة، كل الايدين تشتغل معانا. فالفطيرة 2 يعني مسكنها علشان خاطر هي كبيرة. الطبلية حوالي 2 متر، فاحنا هنرق الفطيرة جدا جدا لحد ما نكون شايفين منها الجهة التانية، وعلى الطبلية كلها هنفردها على الطبلية كلها حتى لو كانت نازلة مش مشكلة. وبعد كده معايا مادة دهنية، ايا كان بقى المادة الدهنية اللي انت هتستخدميها. ما توقفيش نفسك على حاجة، زبدة على سمنة، زبدة بس، سمنة بس. يا سلام لو زبدة لوحدها بتبقى جميلة جدا. زبدة على زيت، سمنة على زيت. انا استخدمت سمنة نباتي على سمنة بلدي على زيت، سيحتهم كلهم مع بعض كده يا دوبك، بس فكيت السمنة. حرارة المادة الدهنية ايدنا تستحملها عشان ما نبوظش معانا العجين. ونبدأ بقى نسقسق العجينة كلها كده ونفرد عليها السمنة، وبعد كده نطبقها على شكل ظرف كده او جواب كده، وبعدين نلم العجينة على شكل كورة ونرجعها تاني على الصينية ونغطيها برضو عشان ما تنشفش معانا. طبعا الفطيرة واخدة السمنة بتاعتها المظبوطة، انتي عينك كلها نظر، يعني ما نزودش سمنة كتير. طبعا الناس اللي بتشتغل بالميزان على دماغنا، بس احنا بنقول فلاحي يبقى كل حاجة بالبركة. كده الفطير مش شارب مننا سمنة كتير، الفطير سمنته مظبوطة عشان ما نجزعش واحنا بناكله. نيجي بقى للتسوية. عندنا طريقتين للتسوية في الفرن البلد. في ناس بتسويه على أرضية الفرن وده مش بحبذها، وفي ناس بتسويه على الصينية ودي الطريقة اللي أنا بحبها. الطريقة اللي على أرضية الفرن احنا مش بنتحكم في الفطيرة، ممكن تبوظ مننا وممكن كمان تتحرق مننا، وفي نفس الوقت الفرن بيشرب كل المادة الدهنية اللي احنا حطيناها، فمش بيورق معانا زي اللي يكون في الصينية، بيكون
مستوي بس ما بيكونش زي اللي هو في الصينيه، ما بيكونش مورق زي اللي هو في الصينيه، لان الماده الدهنيه اللي فيه اللي بتخليه يورق كلها نزلت على ارضيه الفرن. فانا بحب الطريقه اللي بتكون في الصينيه. ندي الصينيه مسحه خفيفه كده من السمنه لاول مره احط فيها الفطيره، لاول مره بس، ما بنحطش في كل مره سمنه، بنحط بس لاول مره بنفرد فيها الفطيره اللي هي هتدخل على ارضيه الفرن كده. بنفردها على مطرحه برشه خفيفه من الدقيق، ونحط على وشها قشطه وندخلها الفرن. تطلع معانا متحنيه من تحت زي من فوق، بس مش مورقه من جوه جامد زي اللي هي بتكون في الصينيه. طبعا مش لازم ندهن الوش قشطه، عادي ندخلها كده من غير ما ندهنها قشطه وهتطلع لونها جميل برضو جميل. اهم حاجه الفرن عندنا يكون عالي وسخن جدا من تحت بالذات، علشان خاطر الفطيره تطلع معانا مورقه وما تنشفش وتعضم مننا جوه الفرن. هي واحده دهنا سمنه، وبعد كده فردنا الفطيرة وعلى وشها هندهن قشطة. طبعا ما بنضغطش جامد على العجينة واحنا بنفردها في الصينية او على المطرحة، علشان خاطر العجينة المسام بتاعتها ما تتقطعش والعجينة تنتفخ معانا في الفرن. ندخلها بقى الفرن، واول ما نحس ان هي انتفخت كده وخدت لون خفيف من تحت نولع عليها من فوق جامد، تتحنى بقى تاخد لون من تحت زي من فوق. واحنا بنخبز الفطيرة على المطرحة او في الصينية بنحط القفل بتاعها يكون لتحت، بنخبزها كده او بنفردها كده، بنقفل القفل ده والفطيرة بترفع معانا في الفرن او بتنتفخ معانا في الفرن وتستوي تبقى جميلة. لو عملنا العكس الفطيرة مش هترفع معانا في الفرن وحط منها هبطة زي ما هي، لان احنا كده فاتحين القفل بتاعها، فكل الهواء اللي جواها طلع بره من القفل، فلازم تكون الناحية الملساء هي اللي فوق والقفل يكون لتحت، وتطلع معانا بالجمال ده مستوية مش معجنة من جوه ومورقة وهشة. لما تكون هشة كده نعرف ان هي استوت جدا من جوه ومن واخدة لون من تحت زي من فوق. اهي واحدة مش هندهن الصينية سمنة خالص ولا هنحط على وشها قشطة ولا اي حاجة. الصينية دي مقاس 28 مناسب جدا لوزن الفطيرة دي اللي هي من 250 ل 300 جرام، فما نكبرش عن كده في مقاس الصينية علشان خاطر الفطيرة تطلع معانا طرية مش ناشفة ولا معضمة. لو رقيناها عن كده يعني كبرنا حجم الصينيه يبقى هنرق الفطيره، احنا مش عايزين نرقها، احنا عايزين يكون سمكها مناسب، تكون ملحمه معانا من جوه ومورقه في نفس الوقت ومش معجنه. فمقاس الصينيه مناسب جدا لوزن الفطيره دي. برضو هي اللي هي ما ادهنش وشها قشطه، واخده لون جميل برضو من فوق زي من تحت، وهشه جدا مستويه وكلها رقات من جوه ومش معضمه عشان فرننا كان عالي. نقدمه بقى مع حلو مع حادق، اي حاجه هو يتاكل لوحده كده جميل جدا. الفطير سخن جدا مش قادرين نمسكه حتى، بس مش قادرين نصبر على ريحته جميلة جدا، ريحة زمان، ريحة الفرن البلدي. قطعناه وهو سخن كده، شايفين الطبقات والرقات اللي موجودة جواه، ومستوي ومش معجن وسمنته مظبوطة، مش بجزع في الاكل، طري من جوه وهش خالص وبيقرمش من بره وبيتقطع معانا بكل سهولة، مش بيمط ويشد مننا زي الاستيك كده. اتمنى الفيديو عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.